بيقولوا السيسي فاشل. بصراحة حسيت انهم ظالمينه، فقلت اشوف انجازاته من ساعة ما تولى الحكم. فكانت المفاجأة، اولا بصة سريعة كده على الموازنة العامة، ودي كارثة لوحدها. السيسي خفض دعم محافظات الصعيد الفقيرة في الموازنة الجديدة بنسبة 67%، وكمان خفض دعم إسكان الشباب ومحدود الدخل بنسبة 50%، وخفض دعم التأمين الصحي والمرأة المعيلة بنسبة 13%. ده حتى دعم الأدوية وألبان الأطفال اتخفض بنسبة 54%. ده بقى في الوقت اللي السيسي رفع فيه ميزانية الجيش والشرطة والمحكمة الدستورية العليا في نفس الموازنة. بصراحة ده إنجاز للمواطن المطحون. ده طبعا غير رفع أسعار بنزين الغلابة والسولر بنسبة وصلت 60%، وده كان ليه أثر كبير على ارتفاع أسعار السلع بنسبة 200% بحسب تأكيدات جهاز حماية المستهلك. وضيف لكده رفع الدعم عن التموين بنسبة تخطت 30%، وده لو لقيته أصلا يا معلم. وكمان رفع أسعار فاتورة الكهرباء اللي المواطن مش بيشوفها أصلا، وبتقطع من 9 ل 10 ساعات يوميا. وبالمرة رفع فاتورة الغاز، ده غير الصرف الصحي والزبالة اللي ملت الشوارع وانعدام الأمن وارتفاع معدلات الجريمة. كمان في حاجة كده اسمها قانون الضريبة العقارية، السيسي طلعه علشان يزود الدخل ويحسن الوضع الاقتصادي. يعني هو هيطبقه على اللي عنده أكتر من شقة أو بيت عيلة، والتقدير هيطولك كل 5 سنين. بس معلش، هو استثنى منه أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات اللي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع. واوعى تفتح بقك، دول خير أجناد الأرض. وطبعا مش عايزين نتكلم عن حالة الانقسام الرهيبة اللي عملها السيسي في الشعب المصري، اللي ممكن تخلي الراجل السيساوي يبلغ عن ابنه أو مراته ويسلمهم تسليم أهالي. ده غير بتوع الحزب الوطني اللي رجعوا للحياة السياسية بجرة قلم من قضائنا الشامخ. وأكتر من 41 ألف معتقل سياسي ومتهم، منهم صدر بحقهم أحكام فلكية يدخل بيها قضائنا موسوعة جينيس. ده غير آلاف الشهداء اللي حقهم مجاش، واستمرار عمليات التعذيب جوه السجون والأقسام، واللي وصلت لاغتصاب بنت معاقة ذهنيا والتمثيل بجثث المساجين بعد قتلهم. ده على المستوى المحلي. تعالوا نطلع بره مصر شوية ونشوف السيسي عمل ايه. حالة العداء الرهيبة اللي عملها السيسي بين مصر وكتير من شعوب وحكومات الدول العربية اللي ما دعمتش انقلابه، زي مشاركته في ضرب ليبيا واللي احتمال يسبب لنا عقوبات دولية، بالإضافة لترحيل 1.5 مليون عامل تقريبا كانوا شغالين هناك ومش عارف هياكلوا ويأكلوا عيالهم منين بعد ما يرجعوا مصر. ده غير تواطؤ السيسي مع إسرائيل في حرب غزة الأخيرة، وتصريحاته هو وإعلامه اللي بوظت العلاقات مع تونس والمغرب والجزائر. وكمان مصر في عهد السيسي أصبحت بتسعى لتحقيق الإسلام الوسطي اللي يخلي الراجل واقف بالحمالات في البلكونة وجنبه مراته بقميص النوم وفي إيديها إزازة البيرة والسيجارة. ولا الفنانين اللي بيعلموا الناس الإسلام زي إلهام شاهين وإيناس الدغيدي. شفتوا بقى قد إيه الراجل مظلوم؟ إنجازات دي ولا مش إنجازات يا متعلمين يا بتوع المدارس؟